السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامله. غادي نحكي لكم قصه واحد جزائري من الشرق الجزائري رجعوه بسبب تصويره فيديو كان في الهاتف تاعه. رجع في اول طائره، رجع للجزائر. ايماجيني نتايا، دراهم تاع الفيزا، دراهم تاع البي، 13 ساعه تاع فول، باقي داركم على خير، وفي التالي ترجع لهم غدوه من داك بفيزا كونسل وكنسل لك الفيزا تاعك. وصل الامريكان عادي، فات على الضابط الهجره البافيس يسقسيه. كي تكون انسان عادي وما عندك حتى مشكل وتقدر تجاوب نيشان، غادي يسقسيك شحال عندك دراهم، تكون دراهمك تكفي، عندك البيد روتور، يكون عندك لا ريزيرفاسيون دوتيل، غادي يقول لك مرحبا بك ويكاشي لك وتدخل. بصح كي تكون تجيب روحك الملاحظات ولا حاجه ناقصه، غادي يدخلوك واحد الحاجه اسمها بريفيت روم، يدخلك في واحد الغرفه خاصه، وكي ما تكونش تهضر اونغلي غادي يجيبوا لك مترجم تاعنا. وهادو تاعنا فري يذكروا فيك باسكو يخلصوا عليك بالساعه، مادام يطولوا معاك مادام يخلصوا اكثر. اي سقسوا فيه مرجوه بالاسئله، شا دير شا ما ديرش، شا دير شا ما ديرش، على جيت سي تجاوب نورمال، حتى لهنا راه نورمال. من بعد دوموندو التليفون تاعه باش يفتشوه. كيف فتشوا التليفون تاعه؟ صابون العجب. شاو العجب كيما على بالكم العراس تاع الشرق، في العراس تاعهم كيفاش يديروا؟ كما عارفين العراس واللي فيديو، سقسيوه قال له التليفون تاعك راه معمر بهاد لي فوطو لي فيديو، على شكاين؟ قال هذه خدمتي، احنا عندنا فرقه نخدموا العراس، انا بويا وخوتي نخدموا العراس وحاجه عاديه. ماليش يقولوا له، قال انت غير مؤهل للدخول الاراضي الامريكيه بسبب هذا المشكل وهذا اللوبجي اللي تصور به. دونك فات اتونسيون يا جماعه.